على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هذا كله عوج، وحي مليء بالعوج، سواء في ثبوته أو نسبته إلى كاتبه أو مكان كتابته أو التشابه بين هذه الأناجيل. ده مجرد حرف واحد يعني يتم الاختلاف فيه بين كل إنجيل وآخر، هذا يقدح في هذا الوحي. اتفضل يا شيخ. حضرتك محتارين يحل المشكلة، مش عارفين يحل المشكلة ازاي. اسمع حلول المشكلة. ده هم يا شيخ، أنا عايز أقول لك على حاجة، معلش أنا بتطول على حضرتك شوية. هم اختاروا الأربعة دولت عشان بينها نوع من التشابه. في أناجيل أخرى يعني فيها ذكر سيدنا محمد والتصريح بنبوته، وفيها ذكر أشياء أخرى استبعدوها عشان يخلوا الناس ذهنهم ينصرف إلى هذه الأربعة اللي فيها نوع من التشابه. اتفضل يا شيخ. بص يا شيخ، اللي حصل كالآتي. اتفضل. من سمك أدينك. تمام. الكتاب بيقول إنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد 1: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. تمام. يعني كانت هناك أناجيل كثيرة عن المسيح. تمام. في الإنجيل بيقول كده. ممتاز. طيب هي سيرة يا شيخ، أصلا سيرة. كانت تقريبا 1945. تمام. اكتشفوا في نجع حمادي كمية كبيرة جدا من الأناجيل. تمام. هذه الأناجيل طبعا الكنيسة لا تعترف بها. طيب الأناجيل دي كانت موجودة مع الأناجيل المعتمدة. تمام. لا، شيء مهم جدا جدا يا فضيلة الشيخ. تمام. الأناجيل دي الأسماء اللي عليها نفس أسماء التلاميذ. عليها مثلا إنجيل بطرس، رؤيا بطرس، وبرنابا. أيوه، رسالة برنابا. تمام. إنجيل توماس، إنجيل فيليبس، كلهم رسل للمسيح. تمام. طيب. الآن عندنا أناجيل ومكتوب عليها رسل للمسيح. تمام. وعندنا أناجيل بيقولوا مكتوب عليها رسل، اللي هي الأناجيل المعتمدة. تمام. مكتوب عليها رسل للمسيح. طيب. هذه الأناجيل الغير معتمدة والأناجيل المعتمدة ليس هناك أي دليل على أن الاسم المكتوب على الغلاف هو مؤلف الإنجيل. تمام. طب لماذا اخترت الأناجيل الأربعة؟ إذا كان الاثنين بيتساووا، دول مكتوب عليهم أسماء رسل ودول مكتوب عليهم أسماء رسل. الله يفتح عليك. لأن يا شيخ العقيدة اللي في الأربع أناجيل هي عقيدة بولس. تمام. أجيب لك الدليل. ما احنا هنعمل حلقة عن بولس إن شاء الله. نعم، أجيب لك الدليل. اتفضل يا شيخ، اتفضل يا شيخ. الدليل حضرتك، هم يقولون إن بولس ليه 14 رسالة. أنا عايز آخد منك وعد الأول يا شيخ قبل ما تتكلم عن بولس. أنا خدامك تحت. لا يا شيخ، ده أنا اللي خدامك تحت جزمتك والله يا شيخ، الله يعزك يا رب. لا يا شيخ، أنت لك يعني فضل عظيم على هذه الأمة وعلى أناس دخلوا في الإسلام كثيرين. والتلاميذ اللي في غرفة حضرتك أنا سمعت النهاردة أخي يعني يرمز إلى اسمه، سمعته النهاردة وامبارح يرمز إليه بكلمة ميمو. ما شاء الله يا شيخ، 6 ساعات ورا بعض ينافح عن سيدنا محمد ويناقش ويصبر على من يجادله، وحريص جدا على دخوله في الإسلام ويذكر الأناجيل. والله يا شيخ أنا شايف ثمرة عظيمة، بارك الله فيكم يا شيخ، الله يعزكم. وأخ اسمه فونزي آخر يعني ما شاء الله لقد أسماء يعني حرص على الأمة الإسلامية وحرص على الآخر في دخوله في الإسلام وجهد، وأناس يعني شكلهم مش معروف ولا مكانهم معروف ويعملون ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. يا شيخ والله العظيم أنا يعني مستعد إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر نفس عندي أبقى خدام عندكم كلكم يا شيخ والله. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم يا شيخ. واحدة بس بالنسبة لموضوع الغرفة، الإخوة هنا أنا بعتبرهم علماء في موضوع الكتاب المقدس. أنا بيجي لي ذهول وأنا بسمعهم يا شيخ. ولا نزكي أحد على الله، وأنا أقل واحد فيهم يا شيخ. يا شيخ والله يا شيخ لك السبق والفضل يا شيخ، وكلهم يقرون بذلك. لا والله. أحسن بصراحة يا شيخ، أنا ببقى مذهول، حافظين الكلام ده إزاي؟ وفي بعض الأخوات على التكست اللي هو الكتابة بمجرد أن يذكر المصدر وكده تبص تلاقيها جابت المكان وكتبته ووضعته، حضور وتفاني في نصرة هذا الدين. يعني أحييكم تحية عظيمة يا شيخ، وأقر أمامكم أن جميع يعني ما فعلته من أول ما بدأت في الدعوة من سنة 89 لغاية دلوقتي لا يساوي نصف ساعة واحدة في غرفتكم يا شيخ والله. بارك الله فيك. اتفضل يا شيخ، اتفضل. حضرتك الآن بيقول عندهم مشكلة. أنا كنت بقول لك عايز أخد منك وعد، معلش أنا آسف، أنت قلت خدامك وكده، خدمك المال والبنون والزوجة الحنون ومن يسمع يعني. عايز أخد وعد إن شاء الله بعد عودتي من العمرة في يوم 20 اللي جاي إن شاء الله، يعني أول يوم حد بعد يوم 20 هيوافق سبت،
فأول حد إن شاء الله نبدأ نتكلم عن بولس الذي غير العقيدة المسيحية بالتفصيل. حاضر. أخد وعد يا شيخ، الله يكرمك. حاضر. الله يعزك، اتفضل يا شيخ. أمورنا أمر. طيب الآن حضرتك بالنسبة حضرتك المشكلة، في مشكلة عاوزين بقول لك حلول المشكلة، الكلام ده بيقوله مين؟ القمص تدرس يعقوب ملطي. تمام. بيقول في العصور الأولى اهتم الآباء بكل ما حدث عن الانفراد، موضحين اتفاق الإنجيلين إما ما حدث في الغرب فهو دراسة المشكلة ككل، وقد ظهرت عدة نظريات لحلها. مش عارفين حلها إيه؟ واحد، إن كل إنجيل يعتمد على الإنجيل الآخر. تمام. حضرتك بالله أسألك بالله فين الوحي؟ ودي نظرية الاستعمال. كل إنجيل بيعتمد على الآخر. اثنين، إن هناك نظرية أخرى اسمها نظرية الإنجيل البدائي. تمام. Primitive Gospel Theory. تمام. اللي هم بيرمزوا لي يا فضيلة الشيخ بحرف كيو، يعني شيء مجهول المصدر. تخيل الأناجيل كلها نقلة من شيء مجهول المصدر. تمام. فالآن القمص تدرس يعقوب ملطي، واللي عندنا مشكلة والوقتي مش عارفين نحلها. احتمال يكون الاناجيل نقله من بعضها، احتمال يكون كان في مصدر مجهول وناقلين منه. انا عجبني كلمه انت قلتها جميله قوي يا شيخ وسام. نعم، عجبتني كلمه انت حضرتك قلتها وانا بسمعك في الغرفه، يعني اليومين اللي فاتوا دول جميله جدا. وهذا يدل على ان حضراتكم يعني بفضل الله تبارك وتعالى عندكم مصداقيه، ويعني تقدرون كل شخص قدره بفضل الله عز وجل. انت عندما نظرت كثير من القساوسه وهربوا من امامك ولم يستطيعوا الاجابه، أنت قلت كلمة حق جميلة جدا عجبتني، تكتب بمداد النور على خدود الحور. أنت قلت هؤلاء الناس أذكياء وليسوا أغبياء، بل إنهم يجتهدون في المعرفة والعلم، ولكن كتابهم لا يسعفهم أن يردوا. يعني الكتاب ضعيف، فالرجل قوي ولكن كتابه ضعيف، فلا يستطيع أن يعتمد عليه ولا أن يخرج منه أي دليل للتناقض والتحريف والتبديل الموجود داخله. فأحسن الله إليك يا شيخ يا رب. نعم. موضوع النقاش مع المسيحيين وعدم قدرتهم على الرد على الأسئلة، هذا والله ليس ضعف منهم، هذا ضعف في العقيدة نفسها. يعني فضيلة الشيخ باختصار شديد، أنا بقول لكل واحد مسيحي محترم عندي الوقت بيسمعنا الآن على قناة الحافظ أو في غرفتنا مسلم كريستيان دولار، أنا أتحدى حضرتك تأتي بدليل على أي شيء بتؤمن به من كلام يسوع. الله أكبر. أي شيء على الإطلاق. نعم. تمام. شوف حضرتك، المسيح الكتاب المقدس يقول الإيمان بالخبر بكلمة المسيح. تمام. أنت بتؤمن الصحة والله، أين قال أنا الله؟ تمام. أنت بتعبد المسيح، أين طلب العبادة لنفسه؟ نعم. أنت بتؤمن بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أين قال أنا الله الظاهر في الجسد؟ أنت بتؤمن أن بالخطيئة الأصلية أساس عقيدة التجسد والفداء، أين تكلم يسوع؟ جزاك الله خيرا. أنت بتؤمن المسيح هو الله الابن، أين قال الله الابن؟ أنت بتؤمن المسيح الله الكلمة، أين قال الله الكلمة؟ جزاك الله خيرا. أنت بتؤمن المسيح الأقنومية، أين قال؟ ما في دليل على إيمانهم من كلام يسوع. طب جزاك الله خيرا يا شيخ، ويعني الكنترول يحييك، وإن شاء الله ننتظر إن شاء الله مداخلاتك بعد العودة من السفر إن شاء الله رب العالمين، وجزاك الله خيرا، والله عز وجل يرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا شيخ وسام. بارك الله فيك واحسن الله اليك، وجمعنا الله واياك في الفردوس الاعلى. جزاك الله خير. سلام يا شيخ، جزاك الله خير. طبعا هذا الذي سمعناه من الشيخ وسام يعني حول الاناجيل الاربعه. تكلمنا عن الاناجيل الاربعه، وانا بقول لكم يا اخواننا والله يا اخي المشاهد ويا اختي المشاهده، هذه الماده انا مش بسوق لقناه الحافظ، وان كانت هذه القناه تحتاج يعني الى من يسوق لها، يعني والله حقيقه هذه ماده هامه جدا للمسلمين الذين يسمعون الإساءة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعون الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه المادة إذا سمعوها ازداد يقينهم في صحة هذا الكتاب العظيم، الكتاب المنزل من عند رب العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى. احنا عندنا مقطع فيديو. طيب عندنا مقطع فيديو أنا هعلق عليه الأول، وبعد التعليق إخواننا